السلام عليكم شباب، شلونكم وشلون صحتكم؟ اليوم جايب لكم شرح جديد عن كيفية تغيير حسابات الفيسبوك والوقائع مؤكدة بعد التحديث. طريقة سهلة ما يحتاج إلى أي شي. راح ندخل هاي متصفح مسجل بيه حسابك، راح اطلع صفحة اللي انا مخليها بس يعني اجرب عليها. هذه الصفحة في البداية تاخذ هذا رابط البروفايل مالها مع صفحة تنطيه نسخ، بعدين تروح على الخيارات، تنزل على إبلاغ عن مشكلة، تضغط عليه تطلع لك الوسط تحديد المنتج، أخير شكل غير ذلك تضغط عليها. راح تجي اللي جاي، راح ننسخ الكود. نشوف هذا تعطي نسخ، نسخ، ترجع للمتصفح مالك، تنقل الكود راح تركبه أسفل الفيديو، تعطيه لصق نهايته، راح تضغط تلصق الرابط مع صفحة هي تريد هكرها. تختار ملف، تختار صورة هكر، أي صورة يعني هكر، عربية أو مخدرات أو أي شي. مثل هذا تعطي تقليد. شوف هنا كلمة تبليغك، نروح للحساب، نضيف هكذا، تفعل على المزيد، إبلاغ على هالصفحة، هذا حساب زائف، غير ذلك تعطي تقديم على الفيسبوك. تم. ترجع مرة ثانية، إبلاغ سعادة إغلاق على الحساب، تعطي إغلاق على الحساب. أيضا مرة ثانية إبلاغ على الصفحة، غير ذلك تم التقديم. إذا إبلاغ على صح، تتم مشاركة على صور رباحية، تقديم على الفيسبوك. تم. بعد أيضا استعادة وإغلاق على الحساب، تعطي إغلاق. بعد أيضا إغلاق. هسه نشوف هاي الحساب بعد 24 ساعة راح يطير. شكرا للمتابعة، لا تنسوا إذا عجبكم الشرح لا تنسوا الضغط على الاشتراك واللايك ونزلوا تعليقاتكم، والشي اللي تريدون نزلوا تعليق وأنا بالخدمة. شكرا.